بعدي. الحمد لله، هذه اول تجربه ليا مع المنتخب الاول. كنبغي نشكر المدرب بزاف اللي تاق فيا وعطاني فرصه انني نكون مع هاد اللعابه كبار. الحمد لله، ماتش الاول مع مراوي انتهز مزيان. كنتمنى انني نكون في حسن ظن جميع الناس والمدربين اللي كانوا تاقوا فيا ان شاء الله. والسؤال ديال السي بعدي، كيفاش كان الاحساس ديالو هو كيحمل القميص ديال المنتخب الوطني في سن مبكر؟ وشكرا. الحمد لله، اول مقابله ديالي باش انك تلبس هذاك التوني ديال المغرب، وان انك خاصك تدافع على الوطن كامل. الحمد لله، هذه فرصه عمر جاتني، خاصك ضروري ما انك تستغلها وتلعب بشكل جيد باش تبقى مع باش تعاود ترجع ان شاء الله للمنتخب. سؤال البعدي، شنو الحوار اللي كان دار بينك وبين المدرب هيرفي رونار من بعد هذاك الاداء الكبير والمباراه البطوليه في مالاوي؟ كنبغي نعاود نشكر المدرب اللي ثاق فيا وعطاني فرصه. الحمد لله، من مورا المقابله هنأني وقال لي برافو عليك. كيف ما شفتوا الملعب ماشي غير صالح انك تلعب فيه الكره اللي حنا متعودين عليها. الحمد لله، بالعزيمه وبالاراده الحمد لله خرجت الماتش ديالي مزيان، والدراري كاملين تعاوننا وكنا واحد الجروب اللي مزيان، وكنتمنى ان تكون تستمر الاستمراريه ان شاء الله تكون خير. ناخذ سؤال الاخ ومن بعد نرجعوا للعدالي. شكرا. السلام عليكم، زكريا نيت حمو سبورت 7 ايما. السؤال ديالي لكريم بعدي، كما كنعرفوا يعني الكره الوطنيه عانت مؤخرا من غياب ظهير ايسر، واش هذا بالنسبه لك تحدي باش انك تضمن المكانه ديالك في المنتخب الوطني؟ ان شاء الله، كيف ما كيقولوا شحال هذه كانت واحد المعاناه في هذا البوست هذا. الحمد لله، انا خدمت على هذه النقطه هذه وغنزيد نخدم ان شاء الله باش هذه الهضره هذه ما تبقاش تعاود، وان شاء الله نقول الكلمه ديالي مع المنتخب. تفضل الميكرو s'il vous plaît. Oui, merci. بالنسبه لبعدي، كيسيون ديال لعبه البطوله، شنو هو الباركور، شنو هو المسار دابا انت هاد وصلتي ليكيب ناسيونال، يعني احسن مرحله ممكن يوصل لها لاعب البطوله، شنو هي النصيحه ديالك لي جوور ديال البطوله المغربيه باش انهم حتى هما يحملوا نفس هاد التوني ديال ليكيب ناسيونال؟ الوغ النصيحه ديالك ولا الرساله ديالك اليوم؟ بالنسبه للعبه ديال البطوله، تبارك الله كيف ما كتعرفوا كاينين لعابه كبار في البطوله. كنتمنى اي واحد انه يزيد يجتهد ويزيد يخدم باش يجي يدوز هاد التجربه هادي في المنتخب الاول. كما كيعرفوا تجربه مزيانه، كنتمنى اي واحد يجي يدوزها لان كتبدل فيك شحال من حاجه، كتولي تفكر تحترف في اوروبا ان شاء الله. وكنتمنى الخير لاي لاعب في البطوله عنده طموح وعنده باش انه يجي يلعب في المنتخب الاول ان شاء الله. اذا كنظن كان هذا اخر سؤال، وبالاجوبه اللاعبين كتنتهي هذه الحصه. اذا ونمر مباشره للحصه المفتوحه بالمنطقه المختلطه. اذا شكرا جزيلا.